حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم لو اول مره بتشوفوني. انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى عامله لكم كيكه البرتقال اللي كلنا بجد بنحبها جدا جدا جدا، مفيش حد بيختلف عليها. من احلى الكيكات اللي ممكن تعمليها. هوريك ازاي تعمليها وتطلع معاكي هشه زي ما انت شايفه كده، ومرتفعه وناعمه جدا جدا، بجد خطيره. يعني بصي قوامها تحفه تحفه تحفه، ولا ريحه البرتقال بقى مفحفحه بشكل ما اقولكوش فظيعه. بصوا قطعتها بالمعلقه مش بالسكينه، هشه لدرجه ايه، تحفه بجد خطيره. يلا بقى نشوف الكيكه دي عملناها ازاي بكل التريكات بتاعتها، ونصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ونشوف المكونات بتاعتنا. عندي 4 بيضات، ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة، ما ينفعش أبدا أخد البيض من التلاجة واشتغل بيه. وعندي كمان كوباية من عصير البرتقال، بجيب البرتقال البلدي كده واعصره واخد كوباية. وعندي كوباية زيت أو زيت على زبدة أو يعني زي ما انت عايزة، أنا هنا مستخدمة كوباية من الزيت على زبدة. وعندي معلقة كبيرة من الخل، وعندي بشر حوالي 3 برتقانات، وعندي كوبايتين من السكر، و3 كوبايات من الدقيق، وطبعا الدقيق يكون منخول كويس قوي. وعندي كيس من البيكنج باودر، انا بستخدم بيكنج باودر كيك شيف، بجد ممتاز ممتاز في الكيكه، بيطلع الكيكه حلوه قوي قوي قوي. وعندي كمان فانيليا، عندي مستخدمه الفانيليا اللي طالعه جديد بتاع دريم اللي هي بالبرتقال. لو مش متوفره استخدمي اي نوع موجود عندك. انا هعملها من غير خلاط من غير اي حاجه، علشان اسهلها عليكي، وعلى اي حد مش متوفر عنده اي امكانيات. بص انا جبت بوله حطيت فيها ال4 بيضات، ونزلت عليهم بالفانيليا ومعلقه الخل، وبدات اضرب، ونزلت كمان بكوبايتين السكر، وبدات اضرب بالمضرب اليدوي زي ما انتم شايفين كده عشان ادوب السكر معايا. وبعد ما فضلت اضرب شويه لغايه ما بصوا لون البيض معايا فتح ازاي، هنزل بقى بكوبايه الزيت بتاعتي. انا حتى قلت لكم نص كوبايه يعني زيت ونص كوبايه زبده، انت ممكن تخليها كوبايه زيت كوبايه زبده، زيت على زبده زي ما انا عايزه، زي ما انت عايزه مش بتفرق خالص. بتطلع حلوه جدا في كلا الاحوال. وبقلب تاني كده بضربهم، اهم حاجة ان انا بقلب في اتجاه واحد، دايما اكون بقلب في اتجاه واحد. وبعد كده هحط كوباية عصير البرتقال، وارجع برضو اضرب تاني بالمضرب بتاعي كده. بصوا بمنتهى يعني السهولة، ولا خلاط ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجة، بالمضرب اليدوي، وهتطلع بالشكل والجمال اللي انت شفتيه ده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس كده قلبت كل المكونات مع بعض كويس، انزل بقى ببشر البرتقان. بشر البرتقان ده بيخلي الكيكة كمان ريحتها تبقى احلى واحلى، وما بيخليش فيه زفارة بيض خالص، ما تقلقيش من موضوع زفارة البيض ده. ومعلقة الخل كمان بتعمل كده، بتضيع زفارة البيض، وبتساعد على ان الكيكة كمان تبقى مرتفعة وهشة اكتر. وعلى فكرة كمان ممكن تستخدمي 3 بيضات بس، يعني لو مش عايزة يعني ممكن كمان ب3 بيضات بس، وهتطلع معاكي ناجحة جدا جدا جدا. بعد ما كده بجيب المكونات الجافة بتاعتي، انا هنا عندي ال3 كوبايات بتوعي من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات يا جماعة. ونزلت عليهم بالكيس البيكنج باودر، وهقلب بقى الدقيق والبيكنج باودر كويس مع بعض، علشان اضمن ان الكيكه بتاعتي تبقى مرتفعه من كل الاتجاهات، ما تبقاش عاليه من جنب وجنب لا. البيكنج باودر لو ما اختلطش كويس في الدقيق، ما الكيكه ما بتعلاش كلها بنفس المستوى. زي ما شفتي كده انا عندي الصينيه كلها نفس الارتفاع، الجناب زي في النص بالظبط. بعد ما قلبت كده كويس الدقيق والبيكنج باودر زي ما قلت لكم، برجع بقى كده اضرب كل مكوناتي تاني كده ضربه سريعه. اهم حاجه ان انا بتاكد ان السكر داب معايا كويس. انا هنا مستخدمه سكر ابيض ناعم علشان انا بشتغل بايدي. لو عندك سكر خشن حطي البيض والسكر في الخلاط واضربيهم كويس قوي، وبعد كده ضيفي عليهم كل المكونات زي ما انا عملت كده بالظبط، كوبايه الزيت وكوبايه عصير البرتقال والفانيليا وكل حاجه، واضربيهم كويس مع بعض، وانزلي بيهم على الدقيق. هنزل بقى بالدقيق واضرب الدقيق برضو
لو تلاحظي معايا انا دايما بقلب في اتجاه واحد علشان الهواء ما يخرجش، اللي انا دخلته ده ما يخرجش من الكيكة، واضمن ان الكيكة بتاعتي تطلع معايا مظبوطة وزي الفل. بس كده اتاكد بس ان الدقيق اختلط كويس قوي 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 مع العجينة بتاعتي، ما يبقاش فيه اي كتل دقيق او اي تكتلات، علشان الكيكه بتاعتي ما تبقاش مكتومه وتبقى هشه وزي الفل. وبصوا القوام تحفه كده، الكيكه بتاعتي قوامها تحفه ومظبوطه جدا جدا. بس كده اهو. اجيب بقى الصينيه بتاعتي. انا عايزه اوريكم حاجه قبل ما اجيب الصينيه. بصوا هنا الفقاقيع دي اللي على البولة بتاعتي، ده دليل على ان الكيكة بتاعتي مليانة بالهواء، فهتطلع مرتفعة وهشة جدا ان شاء الله. بجيب بقى الصينية بتاعتي وادهنها كويس قوي بالمادة الدهنية، زبدة بقى زيت زي ما انت عايزة، المهم تدهنيها كويس قوي. وانزل بقى فيها بخليط الكيك. بصوا كريمي بجد، كريمي وتحفة يعني، بجد القوام حلو جدا. وانزل بقى كل حاجة بالسباتيولا بتاعتي كده، ما خليش ولا حاجة. انا هنا منزله عجينه الكيك هنا في الصينيه بتاعتي دي مقاس 26، يعني الصينيه الوسط. هتطلع معاكي مرتفعه وناجحه جدا ان شاء الله، بس امشي على الخطوات مظبوط زي ما انا عامله كده بالظبط. بس كده نزلت بالكيكه بتاعتي. طبعا اكون مولعه الفرن بتاعي ويكون محقق معايا درجه حراره 180. بس كده قبل ما بدخل صينيتي الفرن بقى بأديها كده خبطتين علشان اتأكد بس ان مفيش اي هوا، اطلع اي هوا موجود جواها، عشان ما تبقاش مخرمة ومفرغة من جوه وتستوي معايا كويس، مش تستوي من الجناب وتبقى في النص نية. بس كده دخلتها الفرن بقى زي ما قلت لكم على درجة حرارة 180، وما افتحش عليها ابدا قبل 35 40 دقيقة، واختبرها بسكينة. لو طلعت السكينة نظيفة يبقى كده الكيكة بتاعتي استوت وبقت زي الفل. بس ما بطلعهاش يا جماعة، اختبرتها وطلعت تمام. بطفي الفرن بتاعتي واهوي الباب شوية كده اواربه، واسيب الكيكة جوه الفرن كمان 5 دقايق، ما طلعهاش على طول، علشان لو طلعت الكيكة من درجة حرارة الفرن لدرجة حرارة الغرفة مرة واحدة ممكن تهبط مني. خلاص كده يبقى ما طلعهاش على طول مباشرة، بسيبها في الفرن 5 دقايق كده. بكون فاتحة باب الفرن فتحة بسيطة بحيث يدخل لها الهواء تدريجي كده بالراحة. زي ما انتوا شايفين طالعة معايا هشة وجميلة وتحفة، ولونها من جوه لون البرتقان وبشر البرتقان، شايفين يعني حلو قوي قوي، وبشر البرتقان باين كده تحفة. يلا جربوها، وهستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم لانها بتفرق معايا جدا. ومتنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ويلا باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. باي باي يا حبايبي.